ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قابلوا الرئيس محمد مرسي منذ يومين، وعلى إثر هذه المقابلة علقوا اعتصامهم إلى ما بعد العيد حتى يشوفوا هذه القرارات والاتفاقات ستنفذ أم لا. ما هي الاتفاقات أصلا وما هي المطالب في البداية؟ سنتعرف منهم وهم معي الآن على المقهى. معي ريهام المصري، أهلا بك يا ريهام، كل سنة وأنت طيبة. وأيضا عاشور حمودة، أهلا بك. ومحمد فتحي، أهلا بك. عايزين نعرف الناس عليكم كده سريعا. ريهام بتشتغلي إيه؟ ناشطة حقوقية بمجال ذوي الإعاقة. ناشطة حقوقية. أستاذ عاشور؟ ناشط حقوقي في مجال ذوي الإعاقة. برضه؟ ذوي الإعاقة مش ذوي الاحتياجات الخاصة. محمد؟ ناشط حقوقي. تمام. انتوا كنتوا عاملين اعتصام وبالتالي كان عندكم مطالب عايزينها، ايه هي؟ ريم؟ احنا كنا يعني من شهرين كده كنا بنجهز موضوع الاعتصام، احنا ومجموعة كبيرة من ذوي الإعاقة على مختلف المحافظات. كنا الهدف من الاعتصام ده هو إصدار قرارات جمهورية بتفعيل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، منها تعيين نسبة 5% تفعيلها، نسبة الإسكان والتأمين الصحي، الأجهزة التعويضية والسيارات المجهزة، الإعفاءات الجمركية ليها، والتصريح السماح إن يكون لذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات القيادة. القيادة القيادة اللي هي أغلب اللي أنت بتقوليه ده، دي اصلا حقوقكم اللي موجوده والقانون بينص عليها، ومنها لكن كمان مش بتتنفذ. لا، ومنها كمان ان احنا اضفنا بند برضو كلنا متفقين عليه، اعاده تشكيل المجلس القومي لذوي الاعاقه. اعاده تشكيله هو موجود، لكن انتم تطالبون باعاده تشكيله. ليه؟ نعم، ليه؟ احنا بنطالبه ان هو يكون بالانتخاب مش بالتعيين، ان هو القرار كان صدره الدكتور الجنزوري قبل ما يسيب الوزاره باسبوعين، وتعين فيه اشخاص. احنا طالبين ان يكون المجلس ده بالانتخاب. اغلب الناس اللي بتعمل اعتصامات ومظاهرات بيطلبوا حقوق زياده او يعني حاجات اكتر، عشان هم شايفين اللي عندهم دلوقتي مش مكفي ولا يتناسب معاهم. انتوا تقريبا الوحيدين اللي بيطالبوا بحقوق منحت لكم اصلا، يعني هي اساسا موجوده في القانون لكنها لا تنفذ. حضرتك الحقوق ديت احنا كنا مطالبنا البدايه ان في جمعيات ومؤسسات وكيانات زي مجلس القومي للامومه والطفوله، الاستاذ مبارك دخلت المعاقين ذوي الاعاقه تحت اسم ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هو الاسم اللي يعرفه المصريين اساسا، علشان تدخلهم في المجلس القومي للامومه والطفوله. ما كناش نعرف السبب، ما كناش نعرف ايه الفوائد اللي بتيجي من بره من غير ما توصل للمعاق، عشان لو وصلت للمعاق مش هتعرف هي تطالب بحقوقه بره. لدرجه ان قضيه المعاقين وصلت لبيزنس، بقت معظم الجمعيات بتشتغل اصحابها رجال اعمال. فطبعا معظم رجال الاعمال بيبقى شغله وبزنسه بيبقى معتمد ان انا ما ينفعش ان انا اخسر، لازم اكون دايما في مكسب. فلما بلاقي حد بيدور على حقه ولو حقه وصل له انا هبدا اخسر، هبدا اللي انا شغلي دوت عليه بيبدا يقل. المؤسسات ديت شغلها كله مؤسسات كبيره يعني في مصر، وبدايه شغلها كلها ازاي تلم التبرعات وازاي تلم التمويلات بحيث ان هي تصرفها على ذوي الاعاقه، اللي هي لو وصلت لهم فعلا هيبطلوا يطالبوا، بس هم لو بطلوا مش هيعرفوا يطالبوا بحقوقهم، مش هيعرفوا يوصلوا للفلوس اللي هم بيكسبوها من ورا التبرعات والتمويلات دي. فهو اهم حاجه عنده ان يفضل المعاق لسه عايز حقوقه، لسه بيدور على شغل، لسه بيدور على حاجات كتير. فهو طول ما هو بيدور هو في مبدأه الرعايه، عايز يرعى ذوي الاعاقه، ومن الرعايه ديت عايز يبقى هو المسؤول عن كل شغله، عايز يبقى هو مسؤول ان هو يطلع حقوقه من داخل مصر ومن بره مصر. احنا بنرفض دوت. المعاق كامل الاهليه، المعاق من حقه يقيد نفسه بنفسه، المعاق يعني من حقه. ولو بصينا على مستوى العالم هنشوف قيادات كتير جدا وصلت من ذوي الاعاقه، بس ده بره. في مصر بس عايزين تلميع بس شويه. في واحد في مصر كفيف في منيا بيصلح موبايلات، يعني كفيف. فالانجازات ديت المعاقين، الناس دي ما يعنيش. احنا لما جه المجلس واختاروا الاعضاء بتوعه، احنا الطريقه اللي هم اختاروا بيها احنا كنا رافضين الرعايه، رافضين ان حد يجي يوصي علينا، رافضين الجمعيات والمؤسسات اللي تيجي تتكلم باسمنا دي. فما ينفعش ان انت تجمعهم لي كلهم في كيان واحد وتقول هو ده برضه اللي يتكلم باسمي. انا ماليش دعوه بالاشخاص اللي فيه كويسه ووحشه، انا ليا دعوه بطريقتي، الطريقه اللي جت. طيب انتوا كنتوا عاملين اعتصام قدام قصر الاتحاديه. محمد، ازاي تم التعامل معاكم في هذا الاعتصام؟ أول كان كويس، تاني يوم بقى الأمن بقى حاولنا شوية مفيش بقى ربع من حد الأمن اتعاملوا معاه بالعنف والإهانة والضرب والسب
كده يعني. ممكن طب. احنا نعمل مسيره اه ونعمل مسيره من بوابه 4 بعد 5 ايام من الاعتصام من بوابه 4 لبوابه 5 بسبب ان خلال ال5 ايام مجرد كلام بس بنسمعه، تليفونات بس بتسمعها. احنا بدانا نعمل مسيره من بوابه 4 لبوابه 5. قبل ما بنتحرك خطوتين لقينا عدد امن اكتر من حوالي 500 عسكري، بالظبط كان 30 معاق حوالين 500 عسكري، وانتم ممنوع ان انتوا تعدوا، ما ينفعش تتحركوا من مكانكم على مسيره سلميه، يعني دي من حقي وانا مبلغ الاعتصام لوزاره الداخليه. انا عارف ان الداخليه ما فيش حاجه عندها ثقافه معامله ذوي الاعاقه، بس انا مش بتكلم عندها ثقافه ايه؟ ما عندهاش ثقافه معامله ذوي الاعاقه. اه والدليل على كده يعني حضرتك السنه دي كانت في بطوله في مصر بتتلعب باسم الشركات، بتتلعب سنه في اسكندريه وسنه في بورسعيد. السنه دي الاسوياء الناس السليمه يعني اللي من غير اعاقه لعب في اسكندريه وذوي الاعاقه بعتوهم بورسعيد. طب اشمعنى في الوقت دوت؟ والاهالي نزلت عليهم ومنعتهم ان هم يلعبوا وطلعتهم البطوله ما اتلعبتش في بورسعيد، اتلعبت بعدها بشهرين في المعادي. طيب. ورحتوا قابلتوا الرئيس، ورحنا قابلنا الرئيس. احنا إيه اللي حصل؟ قبل الرئيس اصلا احنا تعرضنا لضرب وسحل على الارض وضرب بالشوم. بسبب ايه؟ احنا كنا اللي هو المسيره اللي الاستاذ عاشور بيقولها، احنا كنا يعني احنا لا نازلين- اقصد يعني ايه اللي ممكن يكون استفزهم في المسيره؟ ده خلاص المفروض الامن لا، بقى هم- تعود هم على أكيد المظاهرات تتحرك. والمسيرات هم يعني. فبدأ منعنا، زق عملوا في علينا المواطنين. عملوا علينا كردون امني، ولا عارفين نمشي قدام ولا عارفين نرجع مكاننا. فقاموا ضربوكم. فاحنا بالفعل قعدنا في هو الارض. الدفع بدايه الدفع هو اللي بدا المواطنين وقعت في الارض، بدات مواطنين تتشال من الارض وتترمى على الموتوسيكلات بتاعتها. وقابلتوا الرئيس قابلنا الرئيس. وكنتي في المقابله، كنتم في المقابله كلكم. ايه اللي الرئيس وعدكم بيه؟ رافعين نسبه ال5%، وهو في كل المطالب اللي انت اتكلمتي عنها في الاول؟ في المقابله نفسها كان يعني صرح سياده الرئيس في المقابله نفسها بتفعيل نسبه ال5%، اه وتفعيل نسبه ال5% بالاسكان، تمام ويكون حق تمليك وليس حق انتفاع. تمام تمام. بس التصريح اللي نزل بعد كده ان هو مكتوب هنا مخاطبه وزاره الاسكان لبحث النسبه حسب القانون. طب ما هو القانون بيقول 5%. تمام. طيب. بس انا بقول لحضرتك هو في بس تلاعب في مش تلاعب، ما هو اذا كان القانون كاتب كده يمكن دي حاجه ورقيه بس روتينيه. الكلام اللي الرئيس قاله بلسانه اللي احنا كتبناه وراه بس يعني في اثناء التنفيذ ربما اثناء التصريحات لا نزلت بطريقه مختلفه شويه. بس هو من اهمها كمان هو طيب اداكوا جدول زمني؟ الجدول قرار ايه معلش؟ قرار اعاده تشكيل المجلس القومي بالانتخاب. بالانتخاب. لا البحث عن آلية الانتخاب، لان تمام. احنا حاليا هو يعني قدامنا فرصه بعد العيد ان احنا نشوف ايه هي الآلية. تمام. هل حط جدول زمني الرئيس؟ هو احنا اللي طلبنا ان احنا يعني وقته، وهو الراجل حدد شهرين اعاده تشكيل المجلس لكي يدرس قرار جنزوري الدكتور كمال جنزوري ويشوف المجلس ده اتعمل ازاي، اللي احنا طبعا كلنا عارفين، بس احنا ما كنا عايزين نعرف حاجه واحده. حضرتك يعني هتشتغل على قضيه ذوي الاعاقه، المستشار اسمه محمد، المستشار محمد فؤاد جواد، المفروض اللي هو فوضوا ان هو هيتعامل معانا في القضيه الفتره اللي جايه عن ذوي الاعاقه. الطريقه اللي انت هتدرس بيها القرار وهتدرس بيها اعاده تشكيل المجلس احنا مش عارفينها، هتيجي من ناحيه المجلس او من ناحيه مؤسسات اللي هي بتتمنى رعايتنا انتوا او من ناحيتنا احنا ذوي اعاقه. تمام. لا احنا هتعملوا هنتابع الموضوع يعني. تمام. انتوا علقتوا الاعتصام لغايه امتى؟ علقنا الاعتصام بعد العيد لحد ما هنشوف الرئاسه. انتوا قلتوا الرئيس اداكوا شهرين، ليه بعد العيد بس؟ لان احنا هنتابع الموضوع مع رئاسه الجمهوريه. هتتابعوا معتصمين؟ هنتابع التنفيذ. المقابله كانت خاصه بالمجلس حضرتك، المقابله متحدده من شهر ونص، خاصه بالمجلس مش خاصه بالاعتصام. في عدد دخل من المعتصمين، بس المقابله متحدده من شهر ونص باسم المجلس. تمام. المجلس كان موجود معانا ب 80 شخص. فالموقف دلوقتي ان انتوا هذا الاعتصام معلق فقط فتره العيد، ثم ستعودون مره اخرى امام قصر الاتحاديه حيث الاعتصام متواجد حتى تنفيذ القرارات مع متابعه القرارات اللي قالها الرئيس. يعني زي حضرتك مثلا نسبه ال5%. احنا مجرد قرار، هو القانون اصلا موجود من سنين. انا فاهم. فاحنا هنتابع الموضوع ده بالفعل. تمام. واحنا هنتابعه معاكم وبشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا. اشكرك شكرا جزيلا ريهام المصري وعاشور محمود، استاذ عاشور محمود واستاذ محمد فتحي، بشكركم جزيلا الشكر على وجودكم معنا. بعد هذا الفاصل نلتقي مره اخرى من على المقهى ونتحدث عن المحاكمات العسكريه. انتظرونا.
تعرضوا للمحاكمات العسكرية فيما عرف بأطفال المحاكمات العسكرية أو القُصّر. هو معنا الآن على المقهى هو وشقيقته أيضا. أرحب بكما. عبير رجب، أهلا بك. اهلا بحضرتك. أنت أخت إسلام. ايوه. أهلا بك إسلام. اهلا بك. أهلا بك. اهلا بك. إسلام، قول لنا هو أنت ليه أصلا اتحاكمت؟ يعني ليه اتقبض عليك أصلا؟ انا كنت جاي من الشغل وبعدين؟ وكان في خناقه اثناء حظر التجول. كان في خناقه فواقف اتفرج عليها من الجيش، جه لم الناس اللي كانوا بيتخانقوا ولمك معاهم؟ لمني معاهم. بس بصراحة إسلام أنا دايما بسمع الجملة دي، يعني إن كان في خناقة وقفت أتفرج عليها فالبوليس جه فلمنا كلنا. لا لا لا، زي ما بقول لحضرتك ده طبعا لا يبرر إن أنت مش المفروض تحاكم محاكمات عسكرية أصلا. إنما اتحكمت، يعني اتحبست قد إيه؟ سنتين. سنتين. فندم. عملت فيهم إيه بقى؟ عايز مين قابلته في السجن من الثوار اللي محبوسين في محاكمات عسكرية تفتكر؟ شفتهم كانوا معايا يا فندم. وكانوا هم محبوسين ليه؟ كانوا بتوع 9 مارس. آه. حركة 9 مارس. طب وبعدين وعملت ايه؟ اديتهم على خير ان شاء الله باذن الله، بس يعني برضه عذاب ومش واخدين راحتنا وكده عذاب يعني كنت متضايق ولا عذاب كنت بتعذب؟ لا جوه يعني بيهينوا اهالينا وكده يعني. انا مش سامعاك، اسمع لي صوتك شويه. بيهينوا اهالينا. بيهين اهل يعني الشرطه جوه. بيشتموكوا يعني؟ شتيمه وضرب قضيتهم ازاي طيب السنتين دول؟ قضيتهم عادي يعني. عبير، والدتك صدقناها قبل كده وكانت يعني يعني بعتت مناشده انه اسلام وصغير. انتوا ايه اللي انت عملتوه لما اسلام اتحبس؟ احنا عملنا، هو كان ناس من المجتمع المدني بيتابعوا معاك وبيحاولوا يطلعوه؟ احنا جايين النهارده عشان نشكر ربنا ونشكر الجزيره وقناه شم الغرف. احنا مش عايزين شكر، احنا بس بسالك ايه اللي انتوا عملتوه؟ احنا عملنا، صورنا مع البي بي سي وصورنا مع قناه الجزيره. يعني لما اتحبس جبتوا له محامي؟ كان في محامي اسمه احمد مصلحي تبع الجزيره برضه للمحاكمات العسكريه. وبعدين وقف في القضيه وهو كان واخد اساسا حكم 7 سنين. هو؟ وبعدين عملنا اعاده اجراءات، نزل الحكم لسنتين. كانت ايه التهم اللي موجهه له؟ كانوا عاملين له حرز سلاح ابيض يعني مطوه وسرقه بالاكراه، طبعا هو كان بيتفرج على. كان معاك حاجه؟ لا. امال يعني هم بيتبلوا عليك؟ يا فندم. الجيش ساعتها، الجيش كان ظالم، واسلام اساسا ما كانش اتحبس قبل كده ولا عليه محضر تحرك خالص. لا. ومين، هل في حد من المحامين تانيين كانوا بيحاولوا يطلعوه؟ طب هو طلع ازاي؟ هو طلع في برنامج صورنا معاه بتاع محمود سعد. بعديها طلع، يعني بعديها على طول طلع ازاي؟ يعني قرار عفو مثلا؟ لا، هو كان قضى المده بتاعته خلاص. قضى المده وطلع عادي جدا. قضى السنتين. طلعت امتى؟ طلعت من 8 ايام كده. من 8 ايام؟ يعني ولا قرار من قرارات العفو اللي فاتوا اتنفذت عليه؟ لا. اتنفذت عليه؟ لا. بس قول لي يا اسلام، انت اول مره تتسجن مش كده؟ اول مره اتحبس. اول مره تتحبس. اكيد الحبس ده غير فيك حاجات يعني. في ايه؟ يعني غير فيك حاجات، خلاك تشوف حاجات اول مره تشوفها، تفكر بطريقه مختلفه. ايه اللي حصل يعني؟ هو الحبس وحش عامه يعني بتقضي وقتك ازاي في